السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف بقى عجينة الدوناتس الهشة الجميلة دي بتتعمل ازاي. دي كوباية لبن دافية، حطينا عليها معلقة سكر، وحطيت عليها حوالي نص باكو الخميرة ده، ولازم ندوبه كويس جدا فيها. لو انت مش متأكدة ان الخميرة بتاعتك تمام، تسيبيها على جنب بالظبط 5 دقايق. اول ما تعلى كده يبقى الخميرة دي كويسة. انا مسبتهاش لاني متأكدة ان الخميرة اللي انا جايباها دي كويسة. هنحط عليها كوبايتين دقيق، وبعدين معلقه بيكنج باودر. الفانيليا دي حلوه قوي، جايه لي من بره بس جميله قوي. هناخد نص معلقه كده زي ما انتم شايفين، هي فانيليا كده باودر. وبعدين هنحط بيضتين، دي البضايه الاولى. وبعد كده دي اهي البضايه التانية. الطريقه دي لو عملتي بيها الدوناتس بجد تحفه. ونحط عليها رشه ملح، وبعد كده نقعد نقلب زي ما انتم شايفين. انا مرضيش استخدم المضرب الكهربائي لان هي مش مستاهله. قعدت الم كده العجينه من الجناب كده عشان تدوب كلها في بعض. وعايزه اقول لكم ان انا عملت عجينه تحفه. بس تعالوا شوفوا بقى مين اللي كملها وايه اللي حصل بعد كده، لان انا كنت عاملاها الساعه 3 يعني 3 الفجر مخلصاها، فما قدرتش اكملها وسبت بنوتي هي اللي تكملها. وتعالوا بقى شوفوا عملتها ازاي. انا لحد دلوقتي انا اللي كنت شغاله فيها. بصوا بقى التركية دي، هنحط معلقتين زبدة على العجينة زي ما انتم شايفين لحد ما بصوا خليتها هشة كده وطرية وجميلة. معلقتين الزبدة هيفرقوا جامد في العجينة بتاعة الدوناتس. وبعدين نسيبها بقى على جنب كده ترتاح لحد لما تخمر. لحد هنا انا اللي كنت شغالة. انا جيت بقى بعد كده بجد قمت شفتها لقيتها خمرت. قلت لها بقى كملي انتي، يا اما تسيبيها للصبح. صممت ان هي تكمل. بس قولوا لي ايه رايكم. هي عملت شغل على قدها في التقطيع وفي التزيين، وهي اللي عملت كل حاجه بعد كده لاني ما قدرتش اكمل. هنا بقى هي بنوتي بقى هي اللي بتفرد العجينه. وبصوا على قدها بقى هي ايه، قطعت كده واخترعت بقى ان هي تقطعها من النص بايه، وهي اللي عملت كل ده. هي بنوتي مش كبيرة، هي عندها 12 سنة. او بصوا بقى عملتها ازاي. انا كل ده لقيتها هي مصوراه لاني انا ما كنتش قادرة اكمل معاها. بصوا عملت بقى كلها، عملت العجينة بقى كلها. ودي سابتها عملتها كده خليتها مدورة بس عشان هي عايزة تحشيها من النص. وبما اننا كنا عاملين قبل كده اللي هي الصوص بتاع الشوكولاتة واللي هي كريمة البيستاشيو، فهي استخدمتهم في الحشو. هنا بقى وهي بتحمرها بقى، طبعا هي طالعه شكلها على قدها، يعني على قد ما هي عرفت تعملها. بس بجد هي كانت جميله جدا، طعمها حلو هشه من جوه. مش شاربه زيت خالص. يعني فعلا هي حمرتها بطريقه، حمرتها شويه زياده. بس كان طعمها جميل. والتزيين برضو زي ما انتوا هتشوفوا هي زينت على قدها. بس اللي حشته من جوه هتشوفوه دلوقتي، هنفتحه معاكم. بجد خطير، بجد كتر خيرها بجد ان هي عملته. احنا قمنا بقى فطرنا بيه بقى الصبح مع الشاي بلبن. كان جميل بجد وتسلم ايديها. يعني هو مش شكل بس بجد الطعم تحفة. بصوا بقى اللي حشيته ده، شايفين حاشيه من جوه صوص شوكولاته عامل ازاي، بجد كان خطير. وبصوا بقى التانية اللي هي بعجينة البيستاشيو، حشت شوكولاته وبيستاشيو. بصوا بجد جميله جميله. حشيتها ازاي بقى؟ قالت لي انا عملت حقنه وحشيتها. يلا سلام.